قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. ثم ذكر الله عز وجل ذا النون: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم دعا زكريا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له. الآن هذه دعاء واستجابة، دعاء واستجابة. ما هو سر الاستجابة السريعة؟ لأن كلمة مشايخ فاستجبنا، الفاء هنا تفيد التعقيب، وبخلاف ثم التي تفيد التراخي. فهنا قول الله عز وجل: السر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون أي يبادرون إلى الخير وينتهزون الفرص، وكذلك يكون من السابقين في فعل الخيرات والطاعات. ويدعوننا رغبا أي يرجون ما عند الله عز وجل من النعيم، رغبة في النعيم، ورهبا يخافون ما عند الله عز وجل من ماذا؟ من عذاب. يعني الرغب هو في الجنة، والرهب من النار. وليس كما يقول بعض الصوفية: أنا لا أعبد الله أو لا أحب الله من أجل الجنة ولا من أجل النار ولا كذا. وكانوا لنا خاشعين أي كانوا لنا خاضعين متذللين متضرعين. إذا لما كانوا في حال رخاء بهذه الصفات استجاب الله عز وجل لهم في حال شدة. ولذلك ذا النون لما دعاه في بطن الحوت في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت وكذا، فدعا الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل دعاءه فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.